أطعم من البسبوسة وأسهل من الهريسة. لو عايزة تعملي حاجة حلوة قوي ومضمونة نتيجتها 100%، تعالى أعلمك ازاي تعملي البسيمة. حلوة جدا، بتشربها بالشربات، سكرها خفيف، هتعمليها في خطوات بسيطة. الكل هيتبسط لما هيلاقيكي بتعملي وانتي شاطرة كده في مطبخك. تعالى أعلمك الطريقة واحدة واحدة بالخطوات والمقادير. بس الله يخليكي اعملي المقادير مظبوطة. ما تنسيش تعملي لايك، سبسكرايب، وتابعيني على قناتي عشان القناة بتكبر بيكم. يلا بينا على طول على المقادير معايا. السميد عندي 380 جرام او كوباية ونص. بالنسبة للدقيق عندي 260 جرام او كوباية بالظبط، اللي هي الكوبايات المعيارية، انتي براحتك ممكن تقللي. السكر 200 جرام. بالنسبة للبن 250 جرام او كوباية. هنحط كمان عليهم 250 جرام من السمنة البلدي. انا حطيت السمنة على اللبن، ممكن توزيني ده لوحده وده لوحده، بس انا عشان هدفيهم على النار فانا حطيت السمنة على اللبن. دول هيطلعوا معايا بالظبط 500 جرام، يعني 250 و250 لبن وسمنة. عندي حوالي 78 جرام من جوز الهند المبشور الناعم. اول حاجة هنبدأ نعمل الشربات. في حلة على النار هحط كوبايتين من السكر، معاهم كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة، وهنرفعهم على النار. بس الليمون مش هضيفه غير بعد ما يبدأ يغلي معايا. دلوقتي بعد يغلي معايا هبدأ اعصر ليمون واسيبه بالظبط 10 دقايق وهنزلنا على النار. انا حطيت كمان رشة من الفانيليا بتدي ريحة حلوة. اول ما بيتقل معايا ببدأ ان انا اصبه. ده هيبقى زي الشربات التقيل بتاع الزلابية، مش زي بتاع البسبوسة خالص. انا محتاجاه تقيل وهسيبه يبرد على جنب. بدأت اخلط المكونات الجافة اللي انا حطيتها، اللي هي السميد والدقيق والسكر وجوز الهند. هبدأ ان انا اخلطهم في بولة على جنب. هحط دلوقتي جوز الهند، خلطتهم كويس جدا. وهحط كمان حوالي معلقة ونص من البيكنج باودر. انا حطيت المعلقة ولقيت النص في الباكو، فانا فضيته معايا. طبعا لو بتعملي نص المقادير كل حاجة اعملي نصها. حطيت كمان رشة من الفانيليا، او حط الفانيليا سايلة براحتك. ده بالنسبة للبن والسمنة. انا دفيتهم يا دوبك، ما يبقوش سخنين يا جماعة، يبقوا دافين بس. وهبدأ ان انا اضربهم كده بالمضرب اليدوي العادي لغاية لما يتجانسوا معايا بالمنظر ده. دلوقتي بصوا هو تجانس خالص، ما بتلاقيش في اي فرق بينهم. ببدأ ان انا اضيفهم على المكونات الجافة وبالمعلقة عندي، وببدأ ان انا اقلب لغاية لما يمتزجوا كلهم تمام. اول ما احس انهم اتشربوا ببدأ باطراف صوابعي ان انا الم العجينة. ما تعجنوش يا جماعة، طالما حطينا سوائل ما بنعجنش. ببدأ باطراف صوابعي ان انا الم العجينة كده بالراحة خالص لغاية لما تتجانس واحس انها بقيت تمام معايا. انتوا هتحسوها في ايديكم انها عجينة مرملة وحلوة وطرية. بتختبروها كده بايديكم لما بتبدأوا تكوروها وتدوسوا عليها، بتلاقيها متشققة حاجة بسيطة خالص مش كتير. لو كتير يبقى محتاجة ان انتوا تضيفوا. ببدأ اكور كل الكمية عندي، ما تدوسوش عليها، كور بس. لما بتدخل في الفرن هي بتفرش لوحدها. بس ادي كل الخطوات. حطيتها في الفرن بقى في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، تتحمر كده وتبقى جميلة. لو عندك بتشتغل من تحت بس شغلي من تحت، ولما تلاقيها استوت شغلي الشواية بتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بضيفها وهي سخنة، والشربات دافي يا جماعة. الشربات بيكون دافي مش سخن جدا. بسيبها بالظبط، عدوا 3 دقايق، ما تكتروش عن كده عشان ما تتهريش منكم. 3 دقايق وتبدأوا تطلعوها. بسم الله ما شاء الله، حاجة بجد زي العسل، ريحتها حلوة قوي. طبعا كل ما بتستخدمي مكونات جميلة بتطلعي حاجة حلو، والشغل بيبقى معاكي جميل. بصوا هي طالعة حلوة قوي ازاي، طعمها طعمة جدا. نفسي تجربوها كلكم، ومستنية تعليقاتكم. بتشرف بيكم بتتابعوني من انهي بلد. متبخلوش عليا دايما بقراكم الجميلة واسئلتكم اللي بتفرحني ولايكاتكم الحلوة.